إياك المظالم، ما تظلمش الناس. إياك الغيبة النميمة، هادو خليهم. شوف تقدر مع ربي تسقمها، بصح مع الناس صعيبة. حق الناس ما يسمحولكش يوم القيامة. شوف إياك وإياك أنك تغرق في أعراض الناس وفي أموال الناس وفي دماء الناس. إياك أنك تتكلم في الناس بغير حق. إياك أنك تغتاب الناس ولو بحق. إياك أنك تفتري الكذب على الناس. وإياك أن تجرح الناس بكلمة أكثر من الموس. كان الإنسان أحيانا يجرح. وإياك كذلك أن تخرج سر تاع إنسان استأمنك عليه. وإياك أن تخون أمانة ناس. وإياك أن تأكل مال الناس. كاين ناس خدمتهم اللي يذكروا هادو، خدمتهم نسأل الله السلامة والعافية. شحال كاين ناس يعرق على المال تاعو، يتعب ينوض، يجي إنسان في الأخير ياكله له بكل سهولة. بعد طفي التليفون كذا ويقول لك خلاص راح دوك ينسى، ما يقدر يدير لي والو. ومن بعد يوم القيامة تعاود ترفع المحكمة، وكان غير دار لك في الدنيا خير، وكان دار لك في الدنيا وكانك نجحت. يوم القيامة أمر عجيب. عباكم وش قالنا ربي سبحانه وتعالى، وش قالنا النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال أتدرون من المفلس؟ شكون هو المفلس؟ قالوا المفلس شومر عندنا ما عنده لا دراهم ولا شيء. قال لهم لا النبي عليه الصلاة والسلام، المفلس يوم القيامة من يأتي بصلاة وصيام وصدقة. يعني هذا المفلس هذا كان عابد، تصوروا كان يعبد ربي، تصوروها. يعني جاب الصدقة معه، معناتها راهو تصدق في الدنيا وقبلها ربي وجابها معه يوم القيامة، معناتها مقبولة. وجاب معه الصلاة، معناتها صلى وربي قبلها وجايب معه الصلاة يوم القيامة. وعنده تاني الصيام مقبول تاني. اتصور معناتها هذا الإنسان كان إنسان صالح، كان يصلي في الصف الأول هذا الإنسان، ومع ذلك مفلس. أنا مفلس، أكل مال هذا وشتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا. يعني إنسان هذا راه دار بزاف أمور في الناس، يعني كان دار في باله باللي العبادة راهي في الجامع برك، ولسان ماشي يتكلم في هذا وفي هذه وفي فلان وكذا ويتكلم، وربما يشتم ناس، ربما يضرب ناس، ظلم ناس. هذا النوع من الناس هذا تصور كامل هذوك الخير اللي جابوا معه يوم القيامة راح يديوه الناس. معناتها الناس داولوا قلب الحبة، واش خدب واش صفها مليح، الفايدة تاعو اللي صفاها مليح يوم القيامة داوها الناس. مفلس. قال النبي عليه الصلاة والسلام فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته حتى إذا نفذت حسناتهم أو حسناته أخذ من سيئاتهم، هو يعود يدي السيئات، ثم يؤمر به فيطرح في النار. كان مسكين من العباد، كان حارم روحه بشحال من حاجة في الدنيا على جال ربي، ولكن ما كانش حاكم اللسان تاعو. لسانك شدو عندك، لسانك خليه يتحرك بطاعة، نصيحة، كلمة طيبة، يتحرك بذكر الله، بالاستغفار، بالتسبيح. عندك أمور كثيرة تقدر ديرها بلسانك. أما حاجة الناس قال يا أخي ما تجبدناش الناس، بارك الله فيك، راح تتكلم على فلان هيا نديك عنده روح نصحو، علاه تكلم لي أنا، علاه تخسر لي قلبي على خويا، ما دام ايه على بالي دارها ما تقوليش، روح قول له ليه ياك هو باش تنصحو. لا كي تقول لي واش الفايده؟ خلينا نكونوا صرحاء. هذا الامر هذا ما يخليناش نتوبوا، لانه كاين دعاوي تاع الناس علينا، كاين ظلم راهو صاير. شوف الظلمات اللي رانا عايشينها، شحال سبينا ناس ما تلاقيناش معهم راحوا خلاص، شحال من الناس هضرنا عليهم الباطل وراحوا خلاص، شحال من الناس راهم يدعيو علينا. كاين بعض الشباب نقولوا تحب التوب، ما تظلمش الناس. تروح انت انسان يحط سيارته يروح يكسرها يسرقها، يجي انسان يقول له الله لا يربحه، الله لا يولي له ربح. هذا الانسان خسر لي حياتي، خسر لي حاجه، يعني هذا واش عندي حياتي كاع وانا نخدم عليها مازال ما خلصتهاش، هو خسرها لي ان شاء الله، برك ما لقى السياره تاعي مكسرها. اذا اتصور الانسان هذا كي يشوف الدعاوي تاع الناس. كاين بعض الناس عباكم واش يديروا، يقطعوا طريق للناس. راجل مع زوجته جاو نحاولها السلسله مرقبتها قدام زوجها، الراجل هذاك بكى، موش بكى انه شوف الزوجه تاعو قدامه انسان ينحي لها السلسله قدامه، يعني اكثر من السلسله هذه. يعني هذا الانسان دعا دعاوي تاع شر على هاد الناس، قال لي والله ما نسمح لهم. وكاين امراه خطره سرقوها، نحاولها التليفون سلسله وهي بالحمل، كي ضربوها سقط الحمل. اتصور هذا الانسان هذا اللي دار هذا الشيء هذا، من بعد يدعو عليك الناس، لا تعتدي على الناس. شوف راك في المخدرات كذا، قال انا دوكا منا نسقم روحي، ما نعاودش نزيد، لان طريق المخدرات
لا ينتهي بك إلى خير. شوف نختم لك بشيء معين. أين تنتهي المخدرات؟ وش تنتهي المخدرات؟ وين تنتهي؟ شوف كل حاجة عندها ضرر. عندها ضرر من جهة واحدة. قال الإنسان مثلا يتكيف ينظر وين؟ صدره، أسنانه، مع ربي يأذي الملائكة، عنده حاجة معينة. إنسان مخدرات اجتماعيا، ماديا، صحيا، دينيا، عقليا، يعني شوف من كل الجوانب ينضر هذا الإنسان. تصوروا وكنديروا دراسة أنا وياكم الآن، روحوا بحثوا في كل مكان تسكنوا فيه، شوفوا الناس اللي تعاطات المخدرات وراهي افونسات راحت كيف كانت نهايتهم. وش النهاية؟ شوف نعطيك النهاية. إما أن يموت بجرعة زائدة، أوفردوز، يروح سوء الخاتمة، نسأل الله السلامة والعافية، يبعث يوم القيامة سكران. الحاجة الثانية إما أنه يقتل ويروح السجن مؤبد ولا إعدام ولا يروح بحاجة طويلة، راحت الحياة، يقتل، يقول لك ما جبتش خبر، تناولت مخدرات، ضربنا، قتلته، راح. وإما أن يقتل، هو يموت. علاش مات فلان؟ كانوا سكرانين، كانوا شاربين، كانوا مبالعين، كانوا كذا، ضاربوا، كلمة تجيب كلمة. وتعرفوا أن هذه المخدرات ما فيهاش اللور، دائما يبقى إنسان غير يافونسي ويزيد في الهضرة. إذا به يقتل، مات مقتولا. كيفاش مات مقتول؟ مخدر ثاني، سوء خاتمة كذلك. أو أنه ينتهي به الأمر إلى سجن، إما أن يلقى عليه القبض، يبيع ولا يتعاطى ولا حامل مخدرات وينتهي به إلى السجن. وكاين حالة خامسة، مصيبة ثاني، وش هي؟ أنه يعتدي على حرمات، هذه مصيبة. وكاين حالة سادسة، وش هي؟ أن الإنسان هذا يفيق بصح مع الآخر، أكثر من 93% يلحقوا لواحد الدرجة لا رجوع ومن بعد يفيقوا. عبوك شنو هي الدرجة لا رجوع هذه؟ كاين درجة من المخدرات يلحق لها الإنسان مرحلة يتحرق له الخلايا في دماغه، ما يقدرش يبرى، يولي مجنون، يولي إنسان ينتهي به إلى الجنون. يكبر 60 سنة 50 سنة يبات برا، مرمي برا، الناس تضحك عليه، تعطي له خبزات، تعطي له ماكلة، يعطوا له قارو، يعطوا له حاجة، هكا الفراك هكذا، خلاص المخدرات راحت. ولا الإنسان انتقل إلى مرحلة الجنون. كاين مرحلة أخرى ما كاش، نهايتها حيط، 6 مراحل، تخلص عليك بهذه الطريقة. تقدر تسلك بحاجة واحدة، التوبة اللي بدينا بها، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. نقدر نقول واحد النصيحة، كيفاش نتوبوا الآن؟ والله غير الحزم، والله غير مسألة قرار، تقول استغفر الله وأتوب إليه منا وروح يا ربي عاوني، والله ما عاد زيد تدخل في فمي. ما كاش بالعقل، ما كاش استنى رجلي واحد الأمور، ما كاش منرفاوني عاود وليت، ما كاش راني عندي مشاكل، استنى ندخل نبدا نحكم خدمة ستابيليزي روحي مليح، استنى نتزوج نبدا، ما كاش. كاينه حاجة، استغفر الله وتوب إليه وامشي. لأنه شوف دخل لي دير تاويل، اليوم يتعاطوا في المخدرات الغالية، شكون هذو؟ عندهم ملايير، لاباس بهم بدراهمهم، يقاري بسيارة تاع 3 ملايير يروح يشري الكوكايين، عنده دراهم. ماهيش مسألة الفقر، ماشي الفقر، ماشي الضيق تاع الدار، ماشي بابك ويماك مطلقين، راك تكذب على نفسك. أنت حبيت تجرب حاجة وحصلت فيها، الآن تقدر تعاود تسلك نفسك من الآن، مادام ربي وعطيك عقل، مادام راك جيت وقفت واتخذت قرار، تقدر تتخذ قرار الآن. وعلى بالك التوبة الناجحة شكون هي؟ كما تاع الصحابة الآن، ماشي نهار الجمعة في رمضان مور العيد، سناك مور الحج وكذا، كاش هذه. كاينه دركا الآن كيما راني نروح نصلي، كيما راني خلاص الحكاية، رجولتك، هذه رجولتك. كيما راني دوك ندخل الجامعة، دوك ندخل نصلي ونصلي نورمال مع الناس، يعني عادي، إنسان مسلم. نهائيا ما كاش الحكاية هذه. شوف هذا الحزم هذا ياخذ منك شهر شهرين، أقسم بالله أنا أضمن لك من الله أن الله ينور طريقك، تنزل عليك بركات من الله سبحانه وتعالى، تشعر بسعادة والله ما تسواها الملايير. هذه هي التوبة والمصالحة مع الله. احرص على هذه الأمور اللي قلتها لك، إياك وإياك أن تبقى فيك الأسباب تاع عدم التوبة. لازم تعالج نفسك، لازم تعترف، لازم تلجأ إلى الله، لازم تنحي الصحبة السيئة، لازم تحبس المال الحرام، لازم تمشي في بطريقة حاسمة حتى يتوب عليك الله تبارك وتعالى. وفي الأخير أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يتوب علي وعليكم
وأن يثبت خطانا جميعا، والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين.